اعلان بيبيع اكتر 10 مرات من اعلان تاني والاثنين لنفس المكان. ازاي اعمل اعلانات بتبيع؟ ديفيد اوجليفي صاحب كتاب اوجليفي اون ادفرتايزنج، الراجل ده عنده قاعده خطيره علشان يعلمك ازاي تعمل اعلانات تبيع. هقولها لك في اخر الفيديو. هو دايما كان عنده مقوله if it's not sell it's not creative، يعني من الاخر الاعلان لو مش بيبيع هو مش كرييتيف. وقال لك انا لما اكتب اعلان مش عايزك تقول لي انه كرييتيف او الفكره اوت اوف ذا بوكس، انا عايزك تقول لي انه انترستنج، يعني يشد العميل كفايه عشان يخليه يشتري البرودكت. يعني انت ممكن تلاقي اعلانين لنفس المكان، واحد بيبيع كويس قوي والتاني مش بيبيع خالص، مع ان الاثنين ممكن يكون كرييتيف حلو، ولكن واحد مبني على انسايت وواحد مش مبني على انسايت، واحد بيخاطب الاحتياج الحقيقي عند المشتري وواحد ما بيعملش ده شكله حلو وخلاص. وهو ده السبب اللي بيخلي اعلان يبيع اكتر من اعلان تاني كتير، وهو ده السبب اللي بيخلي اعلان يبيع اكتر من اعلان اكتر من 10 مرات. هو في الكتاب بتاعه كمان كان بيع اكتر 19 مره ونص، ولكن انا ببسط لك الموضوع. واتكلم كمان عن تجربه حقيقيه ثانيه، وهو ان في اعلان اتعمل الناس اللي شافت الاعلان ما اشترتش، والناس اللي ما شافتش الاعلان اشترت اكتر بكتير. يعني تخيل تروح تدفع فلوس وتعمل اعلان عشان الناس اللي تشوفه ما تشتريش منك اصلا، وده بسبب انك بتستند لانسايت ضعيف او مش حقيقي، وده اللي بيخلي العميل ما يشتريش. فمن الاخر كده ايه هو النصيحه اللي بيقول لك عليها اوجليفي؟ من الاخر دو يور هوم ورك، باختصار جدا يعني اعمل الواجب بتاعك. خد وقت طويل جدا في الريسيرشنج اللي هو البحث والتجهيز، ادرس كويس جدا البرودكت المشروع الحاجه اللي انت عاوز تعمل لها كامبين، وخد وقتك الطويل في الدراسه دي علشان تطلع بالانسايت اللي هيقلب المعادله ويخلي اعلانك يبيع بشكل كبير جدا. اوجليفي بيحكي في كتابه انه قعد 3 اسابيع يدرس عربيه رولز رويس عشان يطلع بالانسايت الصح، وفي الاخر كان الانسايت بتاعه انك وانت راكب العربيه دي وسايق على سرعه 60 ميل في الساعه مش هتسمع حاجه غير صوت الساعه الالكترونيه، يعني العربيه مالهاش صوت. ودي كانت اكبر ميزه بالنسبه له يقدر يشتغل، لان مفيش واحد يشتري رولز رويس هتقول له ان العربيه دي اكتر اقتصاديه في البنزين او بتوفر معاك او مش عارف ايه. هو الناس دي مهتمه بحاجات معينه، فهو عارف يوصل لهم وعارف يحسسهم بالحاجه اللي هم المفروض يحسوها. والكامبين دي فضلت ناجحه فتره طويله جدا لدرجه ان فورد بعد سنين وسنين استندت على نفس الكامبين دي بانها قالت ان احنا عربيتنا صوتها اهدى من رولز رويس. اوجليفي كمان بيحكي انه لما مسك الاكونت بتاع مرسيدس بعت التيم بتاعه لمده اسبوعين يعمل انترفيوز مع المهندسين في الهيد كوارتر بتاع مرسيدس علشان بس يطلع بالانسايت اللي يقدر يبني عليه الكامبين بتاعه. وفي السنه دي مرسيدس زادت مبيعاتها من 10000 عربيه ل 40000 عربيه، وده بيوريك قوه انك تعرف الانسايت اللي المفروض تكلم بيه المستهلك بتاعك. فلازم دايما تاخد وقتك في الدراسه، وهو نفسه بيقول انا عارف ان هي نصيحه ممله ورتيبه ولكن ملهاش بديل. لازم تاخد وقتك في البحث والدراسه وتعرف كويس جدا الكامبين بتاعتك دي لازم تبني على ايه، وكده هتقدر تعمل اعلانات ناجحه. عموما لو عاوز تتعلم اكتر واكتر ازاي تعمل اعلانات ناجحه فانا ارشح لك جدا انك تقرا كتاب اوجليفي اون ادفرتايزنج، لانه هيساعدك بشكل كبير وهيعلمك تعمل اعلانات ناجحه. لو مش عاوز تقرا الكتاب اعمل لي فولو واعمل لايك للفيديو ده وشوف المحتوى اللي جاي، لان انا كمان هساعدك تعمل اعلانات.